سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا لا فيديو تاع اليوم. انا صافا الحمد لله. كما العاده نرحب بالمشتركات، نقول لكم مرحبا بكم، ومشتركات القدم نقول لكم مرحبا بكم للمره الثانيه. دمتم اوفياء للقناه، واللي اول مره تشاهدني تشترك في القناه وتفعل الجرس هكذا باش تلحقها كامل الجديد ديالي. اليوم جيت نشارك معاكم غوصات خفيفه ظريفه، ان كيك يعني عشاق الليمون كامل اللي يحبوا لوغو سيترون ولا لي تارتو سيترون. هاد لا غوسيت راهي ليكم بزاف بنينه، توجد عليه ليه هكذا بحجم عائلي. ديريها على ضربه مام با 10 مينيت وعندك بلاطو تاني تاع كيك بثلاث طبقات. ذوق تاع لا باتيسري. ما نطولش عليكم، نروح مع المقادير وكيفيه تحضير فرجه ممتعه. اول حاجه راح نبدا بلا جينواز ولا الكيك اللي راح نخدموا فيه. واش نسحقوا فيه؟ فنجان تاع زيت، فنجان تاع حليب، فنجان تاع السكر، وزوج حبات تاع البيض، الفارينه وخميره الكاطو. هذا ما كان في ريسيبي واش سبق درت هذوك حبات تاع البيض، ودرت فنجان تاع السكر، سكر عادي، ولا تحبوا تعوضوه بنص كاس تاع السكر. فوالا سكر عادي، يعني فنجان يعوضنا نص كاس. هذا ما كان درت بون اللي تحب دير لافاني دير لافاني، سينو انا درت لاباتاغون ولا بليتو المستحلب بالليمون. فوالا هكا باش تجينا الكوت لا تارتانا منكها بالليمون. سينو تحبوا ديروا زيت سوسيسخون ماشي مشكل. راح نضرب كامل هذاك السكر وهذاك البيض بالباتو هكذا كما راكم تلاحظوا، حتى يعني يبدا يبيض لي الخليط نوعا ما ويضاعف لي الحجم تاعو. يعني كي كنا عندنا البيض بحراره المطبخ تم يعني راح يطلع لنا ويضاعف معنا. الان بعد ما امتزج لي السكر ولا هنا، يعني بعد ما بلي مليح هذاك السكر مع البيض، راح نبدا نضيف هذيك الكيله تاع الحليب هكذا تدريجيا ولا على دفعات مع التخليط المستمر بالباتور كما راكم تلاحظوا. وراح نبدا نضيف ثاني هذاك الزيت تاعنا تدريجيا هكذا حتى يمتزج لي كامل الخليط مع بعضياته. هنا يعني راهم كامل المكونات تخلطوا لي. راح نحبس التخليط بالباتو وراح نبدا نضيف المواد الجافه. اللي هي لا فارين مع لا ليفور شيميك. فوالا درت واحد الكاس هكذا تاع لا فارين مع لا ليفور شيميك، وزن 10 غرام، زوج اكياس. فوالا زوج اكياس من الخميره الكيميائيه ووزن 10 غرام. بون هاد لا باس تاع لو كيك نديرها في كامل لي ديسار ولا لي كيك اللي نديرهم هكذا في بلاطو يكون بحجم عائلي، ندير لهم لا كريم كامل. توجور ندير هاد لا باس تاع الكيك بزاف عائله، يعني جوج حبات تاع البيض، فنجان تاع الزيت، فنجان تاع الحليب، وفنجان تاع السكر، وزوج خميرات تاع الحلوى. فوالا هذا مكان وانتيا فريتيها. راح نخلط هاد الفارينه هكذا مع المكونات هكذا. والقوام تاع الكيك ما نديروش بزاف ثقيل، يعني نديروه خفيف نوعا ما. دونك نوريكم القوام تاعو كيفاش داير. هنايا كان عندي بلاطو اللي كنت تشميزيتو هكذا بالزبده وزدت له فارين من الفوق، وراح ندير هذيك لاباغاي ديالنا تاع لو كيك. فوالا كما راكم تلاحظوا هكذا، وراح نيطاليها كامل في لو بلاطو ديالي هكذا باش يعطينا الشكل مستوي. هذا ما كاين، يعني شوفوا شحال راهي رقيقه وشنو راح تطلع معنا. درنا لها جوج لا ليفر شيميك مع الفرن اللي كنا سخنا ديجا من قبل، نديرو على واحد 160 درجه هكذا كويس سخون، واحد 2 مينيت. هذا ما كان نخبطها هكذا شويه باش تعطينا السطح املس، وندخلوها نطيبوها. بعد ما طابت لنا وهكذا وهي سخونه راح نجيب هكذا ام بيك نقبها كامل، وراح نجيب كاس تاع الحليب بارد بيان سور، وراح نشرب به هذيك الكيكه ديالنا. وهنا اللي تحب يعني هداك الحليب دير سكر ديرلو، اللي تحب تشربها تانيك بان سيرو دير، يعني كيما تحب. راح نخلوها تبرد وراح ندوزو نطلعوا لا شونتيي تاعنا. شوفوا انا عندي كاس غربع تاع لا شونتيي مع نص كاس تاع الماء. فوالا اللي يكون يعني بارد تخي بيان، يعني بيان غلاسي. نخلطهم هكذا شويه برك، وراح نبدا نطلع فيها بالباتور حتى تطلع لنا كوم اناج، يعني تطلع لنا الكريمه تخي بيان. وتوجور كما نقول لكم اشو يعني بون كاليتي تاع لا شونتيي، ولا شوفوا عند واحد يعني ناس تيقه فوالا اللي موالفين يعني سلحتوه ماشيه وتشريو عليه جنس الحلوى تمتم
يعني توجور يجيب جديد، هذا تلقاي السلعه تاعو ما تقعش، يعني لا شونتيي توجور تاعو تكون جديده، لانه حنشريها بالميزان دونك ما تعرفيش انا عندها ملي راهي عنده. على هكذا توجور نخيرو يعني بلاصه ولا مضرب اللي يكون فيه يعني عنده بزاف غاشي. انا بعد ما طلعت لي لا شونتيي راح نحقص هكذا جوج مغارف ولا ثلاثه، هذا ما كان جوست باش نديرو لي غوزات هكذا من الفوق باش نشبحو بهم. فوالا كما راكم تلاحظوا هكذا، وراح نخليهم في هذيك لابوش. يعني شوفوا لا شونتيي تاعنا شعل ثقيله كي نديرو يعني يعني الماء ناقص شويه على على العبر تاع لا شونتيي تاع لا بودره شونتيي، يعني تطلع لنا يعني وتجينا ثقيله. راح ندليسي كامل هكذا لا سيرفاس تاعنا بديك لا شونتيي نديروها كوم ان كما طبقه. فوالا افيك كوبات ولا عفسه هكذا ولا سباتشولا، يعني كل وحده دير باش العفسه اللي تساعدها. فوالا راح نقطع كامل هكذا كما راكم تشوفوا الوجه ديالها. وبعد ما كملت كامل هذه لا سيرفاس راح نحطها هكذا تبدنا ونجوزو نوجدو لا سوبر كريم ولا كريم وسيترون بلا بيض، تجينا بزاف بنينه. يعني سوبر كريم تقدر تقولوا صنع منزلي. هنا في كاسرونه واش درت كاس تاع جو دو سيترون، يعني عصرت شحبه تاع القارص جاتني في هذاك الكاس، زدت لها نفس العبر تاعها سكر عادي، ودرت جوج مغارف معمرين بيان بومبي تاع لا مايزينا. يعني هذاك الكاس تاع جو دو سيترون ولا كاس عصير الليمون تقابلها نفس الكاس بنفس العبر السكر عادي، وراح ندير زوج مغارف بومبي حتى زوج ونص تاع لا مايزينا. راح نخلط هكذا بارد في بارد. هنا كانت عندي لا باتاغوم لوغو سيترون، يعني درتها جوست على جال لا كولور، سينو ما سيترون يعطر لنا ويدينا يمدنا لوغو تري بيان. نحطها هكذا فوق النار حتى تبدا تقلي الكريمه تاعنا نوعا ما. فوالا كما راكم تلاحظوا هنا راهي واجده. لنا احسن نخلوها تهفت لنا برك شويه ونديروها، سينو كيما انا كنت درت لها ديك لا شونتيي، يعني هذيك الكيكه تاعي كيما خدمنا درت لها مقبله شونتيي دخلتها في كونجيلاتور باش تجمد لنا هكذا، باش ما ندير عليها هذه وهي هكذا سخونه ما راحش تذوب معايا لا شونتيي. كيما راكم تلاحظوا راح نقطعيها كامل هكذا من الفوق، نديروها كطبقه هكذا. نسيو كيفاش نديرو كامل صح تاعها مستوي. وراح نجيب لي غوزاس لا شونتيي اللي خليتها ديجا من قبل ونديرو هكذا دي غوزاس من الفوق جوست هكا بور لو ديكوراسيون. سينو اللي تحب دير لا سيرفاس تاع الملفاي دير هكا دي تري بلا شونتيي. سينو انا خيطت هكذا دي غوزاس وراح نشبعها بالسيترون، دي ترونش هكذا دو سيترون، دليل على انها خدمناها بالسيترون. وهذا مكان، وهذه هي يعني الريزلت تاع لو كيك ديالنا. راح نقسم معكم قطعه تشوفوا كيفاش تبان طبقه، تشوفوا كيفاش جا بزاف هايل. راح ندريسيهم هكذا في لا طابل باز بليتو في لاسيت، وتشوفوا كيفاش خرجت لنا. فوالا هذا هو الشكل النهائي تاع الكيكه تاعنا ولا التحليه تاعنا، بزاف بنينه بثلاث طبقات، يعني حجم عائلي. زوج حبات بيض هكذا وانتي درتي كيك بحجم عائلي ومقادير اقتصاديه. والبنه ما نحكيكمش، يعني عشاق كامل الليمون كامل يحبوا هاد الوصفه. اللي عجبتها لا فيديو ديري جا في لا فيديو، واللي مازال ما شاركش تشترك وتفعل الجرس حتى تمشي تلحقها كامل جديد ديالي. الان ما عليا غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.